لكن هذا الجمهور العظيم. وكمان انا فوجئت انهم جايين النهارده على النادي وركبوا الاتوبيسات وراحوا الماتش. المبدأ اللي احنا عاملينه دايما انه عايزين نريح جمهور ويبقى ورا فريقه في كل مكان. فاولا فيريرا ده مدرب محترم جدا جدا، لكن في حاجه مش طبيعيه. صحيح. ده مش فيريرا. ممكن في مكالمه راجل شيخ اعتقد سوداني او حد سوداني يعني منتشره دلوقتي في مصر كلها، قال كلام غريب جدا يعني جدا، وان النادي بتاعكم اتدمر. اولا ما عشان ما حدش يقول مش عارف مبعوثها لمين مبعوثوها للكابتن اسماعيل. تمام. فانا متخيل ان لو عايز يعمل حاجه عملها على دماغ الراجل ده. مش هو طبيعي يا جماعه، مش ده فيريرا اللي كان بيغير سير اي نتيجه ثواني فهو واقف على الخط. صحيح. الراجل واقف تايه. لا ده مش فيريرا. وبعدين بيبدا غلط وبعدين يصلح، او يبدا صح وبعدين يغلط. حاجه غير طبيعيه. يعني لو بدا صح في متوشه كتيره، بيبدا صح 100% من التشكيل وخطه وكله، وفجاه يعمل تغييرات يبقى غلط، او يبدا غلط زي النهارده مثلا، وبعدين صلح الشوط الثاني كله الزمالك راكب. يعني مع احترامي طبعا لنادي المحله وفريقه والمدرب بتاعه ناس محترمين يعني جمهور محترم. فحاجه مش طبيعيه. او يمكن بعد وفاه ابن زوجته اللي هو كان ابنه في مقام ابنه. ايوه طبعا مسافر وساب الفرقه انا فاكر بالظبط. لما رجع مش هو فيريرا. لا مش هو. يعني انا برضو سيبك انا ما بدخلش بس متابع يعني. بسال اسامه في ايه، احمد المقصود في ايه، يا جماعه في ايه، الدكتور في ايه. هم نفسهم بيقولوا لي الراجل ده مش هو خالص، شخص تاني تماما. بيعاند في نفسه ومش بيعاندنا احنا، ما بيسمعش كلام حد. يمكن اللي بيقول لك مرتضى طرد اخونا الاستاذ مصطفى، واخد بالك، وانا كل قلت له يا استاذ مصطفى بقول لك تاني هو عمل ايه يعني خلاص وصلني مرحله لا مصطفى خلاص. انا قاعد عمال رساله تجي لي هنحكي في السيده دلوقتي. لا فيريرا بقى نفسه اسامه لما بيجي يقف على الخط قال له اقعد. شخص فيه قال له اقعد. اسامه مش صغير يا جماعه. اسامه كان مدرب منتخب مصر، واخد بالك. فلدرجه انه ايوه اسامه استقال 4 مرات. ايوه. وكل مره كنت برجعه. في اخر مره قال لي لا ما هو انا يعني كابتن مستشار انا المفروض متعين مدرب عام معاون للراجل. تمام. انا واحمد عبد المقصود احنا مالناش دور. يعني لدرجه قلت له يعني ايه مالكش، يعني انت مثلا بتقعد تتفرج؟ قال لي انا زي اي حد يقعد يتفرج. قلت له خلاص نقعد نتفرج زي في التلفزيون وخلاص. ففيريرا في حاجه مش مظبوطه، سواء حد عمل له حاجه بقى راس الراجل بعد ما رجع ووفاه ابن زوجته اللي هو مربيه. انما ده لا يمنع ان فيريرا مدرب عظيم عظيم عظيم. اكيد ويمكن يستريحوا لما يمشي. يمكن على فكره انا احنا طبعا كلام حضرتك سليم مليون في المية، بس واحنا بنحاول ندي مبررات برضو لبعض اللعيبه، لان برضو اللعيبه مش عايزين نقول. انا لسه هكمل يا خالد بقى. اتفضل سيبني اكمل. اتفضل. فده رقم واحد. الخرا اللي بيتعمل ده رقم 2. ايوه في خرا معمول، ايوه في خرا معمول، والناس اللي سمعته قال بتاع سجل. لا بقى اللي عامله الاخ الشريف عندنا سجل له بالتفصيل الممل. اختلفوا مع بعض، قال بقى عملت كذا وقال لي كذا وخدت كذا واداني مره كذا وعربيه كل ده عندنا هيبقى يزعق، بس مش هنا هيطلع عشان انت وين. تمام. انا بس سمعت انك بتقول ان احنا كنا مستنيين فيريرا الماتش عشان لا احنا خدنا قرار 9 ضد 1. والواحد ده قال بصراحه قال اسمه قال لنا كان تقريبا بتاع تصويت سري يعني. بعد ما خلصنا قال انا اللي قلت لا. ما احنا بنقول بقى اللي قالوا 9 واللي قالوا لا 1. ما سالتش. وعنده الشجاعه اللي هو علاء ناجي قال يا جماعه انا اللي قلت لا، لان انا اديتهم قلم احمر زي بعضه ورقه زي بعضها، ويروح هناك في اخر المكتب بتاعي كده عند السفره او ترابيزه الاجتماعات ويحط الورقه كده ويحطها. فالراجل تطوع مشكورا ان هو قال انا اللي قلت لا، ما حدش ساله، ودي شجاعه منه. تمام. وقال لا ليه؟ قال لك انا قلت لا مبرراته انه شرط الجزائي والكلام ده.
اتكلموا فيه من شويه. صحيح. تمام. وده مبرر محترم يعني. احنا واخدين قرار ان بعد ماتش المحله ايا كانت النتيجه، مش بعد ماتش فار خلي بالك، بس احنا لو قلنا يومها نعلن بعد ماتش المحله يبقى احنا قاعدين يوم بيوم. مش هينفع كمان. يبقى انت كده يعني يبقى انا لو اتغلب النهارده يبقى انا السبب. بالظبط. يبقى انا كمجلس، مش انا كمرتضى يعني. انا كمجلس اداره انا السبب. لكن القرار خدناه 9 مستر فيريرا توجيه الشكر ويمشي. والتشكيل الجهاز اللي انا اعلنته كمان، يعني كنا مشكلين الجهاز. تمام. بس لو قلنا بعد ماتش لان كان فاضل، كانوا مسافرين تاني يوم. يعني تاني يوم الاجتماع كانوا مسافرين، واخد بالك؟ صحيح. ما كانش ينفع انك انت تقول ايه هنعلن بعد ماتش المحله، معناه ان لو اتغلب المحله يمشي. لا. قرار متاخد. تمام. ومتاخد بعد نقاش طويل. احنا برضه صعبان علينا هذا الرجل بتاريخه، واخد بالك؟ لكن الدنيا وقفت خلاص. يعني مستر فيريرا الدنيا بالنسبه لك خلاص بقت واقفه. اصل هو في وقت يا ست مستشار خلاص وجب التغيير، لان هو مهما كان هو هيفضل جوانا ومدرب بتاريخي ومدرب محترم، هتعمل له حفل تكريم وهياخد حقوقه وما عندناش اي مشكله. بالظبط. تمام. عشان احنا نادي محترم بنحترم كل اللي بيتعاقدوا معانا. فده الجزء الاولاني. الجزء الثاني طبعا مين مسؤول عن الجهاز كله بقى؟ مش انا ولا مجلس الاداره. مين هيتحمل المسؤوليه؟ مجلس الاداره. لا، اسامه نبيه. انت جبته؟ بالظبط. يتحمل المسؤوليه خلاص. صحيح. تمام. فاحنا كنا بنقارن بين محمد صبري وبين احمد عبد المقصود. انا قلت احمد عبد المقصود يا جماعه شغال مع نادي البنك الاهلي. واحنا مش من النوع اللي بنخطف حتى لو كان المدرب اصلا بتاعنا او اللاعب بتاعنا. بالظبط. انا لسه شايفه النهارده قدام النادي الاهلي، كان مساعد لامير. بالظبط كده. فالمسؤول هو اسامه نبيه. اسامه نبيه عمل اجتماع هو واسماعيل يوسف سامعين وامير مرتضى دلوقتي عاملين اجتماع. تمام. وقالوا بالنسبه للبنك الاهلي مفيش مشكله، هيقدروا يعني طبعا بناء على طلب اسامه نبيه. اسامه نبيه ان هو عايز احمد عبد المقصود. اللي هو اشتغل معاه. بالظبط. واحنا كنا موفرين لبن العصفور يمين لفريرا. تمام. ولا هو ده عشان مصري بقى هنقعد يعني هو طبعا مفيش مشكله بينه وبين محمد صابر، لكن هو بيقول انا اشتغلت، انا كان اعتراضي او مش اعتراضي، يعني انا لما حطيت محمد مكان احمد مسعود على اساس احمد هو اللي جه قال لي انا عايز امشي. واروح مع هو حتى كان جاي مع كابتن امير. تمام. فمبرراتك تمشي ليه؟ قال لي معلش انا برضه انا يعني بقبض فلوس انا مش مستحلها، انا مش بتاخد رايي في اي حاجه، وده شيء محترم ولاد الزمالك على فكره. يعني هو اسامه نبيه مش كان ممكن يكمل ولا ما كانش ممكن؟ كان ممكن. في ناس كتير بتكمل كده سبحان الله. لا يعني عايز اقول لك حاجه، يعني هو سامي ومصطفى الراجل بياخد رايه. احنا بنشوف مع احترامي طبعا الكابتن ده مش مقدمه محترمه يعني. جدا. ما بياخدش رايه. تمام. مستر باتشيكو في بيراميدز بياخد راي مثلا علي اسمه محمود فتح الله. صحيح. لا. فهو سامع قال من فضلك لما مشي اخر مره بقى وصمم قال انا ما بشتغلش، الراجل ما بياخدش رايي. وحضرتك شفت لما انا جيت كان شاور مره كده في ايوه الكوره لما جت